هتقول لهم على اللي حصل في القهوه ولا ايه؟ هو دي فكره فيديو النهارده بقى. ماشي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. كنت انا والمعلم دوني قاعدين على القهوه ونتشاور افكارنا المعتوهه اللي هتودينا في داهيه في يوم من الايام. فقلنا بقى ايه، احنا عايزين حاجه واحنا قاعدين نشبط دلعنا كده تروق علينا. فطلبنا 2 ايس كوفي عادي جدا. واحنا قايمين بقول له الحساب كام؟ 90 جنيه يا باشا. حضرتك انا واخد 2 ايس كوفي وحتى ازازه الميه انا طالبها من الحنفيه مش معدنيه. لقيته يقول لي حضرتك ايس كوفي ب 45 جنيه الكوبايه. 45 جنيه كوبايه على قهوه بلدي حقيره، وايس كوفي طعمه يعني هو كان حلو بصراحه، بس ب 45 جنيه ليه؟ وانت بتضحك ليه؟ انت كنت عمال تحاسبن عليا ان انا جبتك على القهوه دي اصلا. ففكره فيديو النهارده بقى ان انا هعمل لكم الايس كوفي دوت اللي بيتباع ب 45 جنيه في اقل قهوه معفنه. امال في ستاربكس يا اسطى؟ في ستاربكس بقى واي كوفي شوب محترم هتلاقي مثلا هيقول لك 70 80. فانا النهارده هنعمل معاكم بقى ايه، ايس كوفي تكلفته مش هتعدي ال 5 جنيه. يعني انت مستوعب يا مان 5 جنيه في ايس كوفي وانت لسه ما نزلتش عملت لايك وسبسكرايب؟ والله عيب. انزل اعمل لايك وسبسكرايب ويلا نشوف اللي هنعمل ايس كوفي ازاي. اول حاجه، بما ان 3/4 الشعب كحيان ومعهوش المضرب بتاع اللي هو الصغير ده اللي بيخش في الازاز وبيعمل الفوم والكلام ده، فاحنا هنستخدم ازازه بس فيها حته ميه قد كده. معانا اول حاجه الكاس النسكافيه اللي هنعملها. المفروض ان انا كنت جايبه نسكافيه بلاك بس الراجل ضحك عليا واداني نسكافيه كلاسيك، بس قشطه هنتعامل. بما اني هعمل كوبايتين فانا هحط كيسين، لكن لو انت هتعمل كوبايه واحده هو كيس واحد بجنيه كفايه قوي عليك. انت غبي يا اسطى، حد يعمل اللي انت عملته ده؟ انا عملته يبقى اهو. ماشي. هننزل بقى عليهم بمعلقه سكر، معلقتين سكر على حسب انت بتحبها مسكره قد ايه. ماشي. انت غبي مله، غبي مله، عارف المله انت اغبى منها. طب يا جماعه نعتبر ان دي كانت نص معلقه عشان النص التاني طلع مني بره، فهنحط واحده تاني. مع اسيستنت كلين. هكلين حاضر. كلين ذا تيبل بليز. هكلين. لا 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 لا. بعد ما حطينا السكر ونسكافيه بقى نفضل نرج، اديها رجه كده اهو. بص يا باشا، بص، ولا تقول لي بقى مضرب ولا مش عارف ايه، هي ازازه وخلصت. وبكده يا معلم في دقيقه بقى معاك كميه فوم محترمه زي ما انت ما شايف. الازازه ما بقتش باينه من الفوم. دلوقتي بقى نركنها على جنب ونخش في الخطوه الثانيه والاهم. فطبعا الجيش قال لك اتصرف، لو ما عندكش مج بتاع الايس كوفي اتصرف وتعمل باي حاجه. فانا هعمل دي لنفسي عشان كبيره وهعمل دي لاخ دوني. شفت الظلم؟ بس يا كلب. ماشي. وطبعا معروف بقى ان الايس كوفي بيبقى جواه كراميل صوص، بس مش هقطع على الكراميل صوص، عندي صوص فراوله هحطه. ننزل بقى كده ايه بكام مكعب تلج. 2000 years later. دلوقتي بقى بعد ما نزلنا بالتلج هننزل بشويه لبن، يعني مش كتير قوي، يا دوبك نص الكوبايه مثلا. تانية برضو نص الكوبايه. بعد ما نزلنا باللبن بقى نجيب الفوم اللي احنا كنا عاملينه بالنسكافيه. لك ان تتخيل ان احنا بقالنا ساعه بننزل في فوم مش عارفين. ايوه بقى دلعني يا معلم. حط عنك بقى انت كمان. وبكده يا جماعه نكون عملنا الايس كوفي، احلى ايس كوفي هتدوقه. ايس كوفي زي ده عشان تقعد تشربه هتدفع 40 جنيه 45 جنيه ليه؟ يعني شايفين يا جماعه، شايفين؟ المشكله بقى في حاجه، ان احنا بقالنا ساعه بندور على شاليمو مش لاقيين. دلوقتي بقى هندوق ونشوف ايس كوفي ايس كوفي ب5 جنيه ولا ابو 45 جنيه اللي احنا شربناه امبارح. فاحنا دلوقتي بقى ايه، بما ان مفيش شاليمو فاحنا نغطيها وهوب بص السحر وكانها زمزميه. اقعد. قعدت. معانا بقى سيدوني اللي كان عمال يصيح لي امبارح ويحاسبن على ال 45 جنيه. ايه رايك في شكله؟ بصراحه هو شكله اصلا احسن من بتاع امبارح. بتاع امبارح كان كله على بعضه. ليتس جو. بس يا اسطى بقى خلينا نطفح. اوف ترى والله لذيذ. بس هو بصراحه اللي انت حاطه مش باينه في الطعم. هو شكل بس عامه، بس حاجه فخيمه بصراحه، حاجه شيكه وانيقه. ليه 45 جنيه في ايس كوفي وانا اقدر اعمله هو بالظبط ويمكن احلى ب5 جنيه؟ ليه؟ على الاقل عارف اللبن مصدره ايه. طب احنا نقعد نشرب وما اتكلمنا ما قلناش حاجه. ما هو احنا دلوقتي في لحظه الروقان اللي ضغط علينا امبارح لما سمعنا السعر. الله تغسلني من جوه. طعم الفراوله بان في الاخر. حصل ما باين بقى عشان في الاخر. لا هو طعم الفراوله يا جماعه يعني جامد قوي بجد في الايس كوفي.
بس كده يا جماعه الفيديو النهارده يكون خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل هبده جديده مننا. وكالعاده بقى يا معلم، عندك هبده جديده، افتكاسه، تجربه فاشله عايز تجربها بس خايف تولع في نفسك وفي بيتك، انزل سيبها لي تحت في الكومنتس او ابعت لي على رسائل الانستا، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن برضه، وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي سيزون الفوتوغرافر عشانك انت. بس كده يا معلم، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.